الحمد لله. الحمد لله الواحد طالع من بيت متربي. الحمد لله. ابويا شيء قوي على تربيتي قوي، وامي الله يرحمها زرعت فينا حاجات كتير جدا جدا ما زلت لحد دلوقتي عايش بيها يعني. فناس كتير بتفهم انه المحترم ملوش نصيب في الدنيا، يعني ان المحترم يتاكل حقه يعني. بس ده مش حقيقي. المحترم ممكن يبقى في اي وقت يرد على اي حشرة تغلط فيه عادي جدا يعني. انا بشكر كل الناس اللي بعت، ناس كتير يعني، كتير جدا 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 مستائين. ما مش مستائين عشان خاطر ابراهيم ولا عشان خاطر والدتي الله يرحمها اللي جاب سيرتها بس، انما علشان الامر زاد عن الحد ووصل الى ما لا يطيق بشر. ناس تقول لي ما تردش، ومعروف انه راجل بذيء اللسان يعني، الجديد يعني، هو بيقول كده كل يوم وما فيش حد ما شتموش. ناس تقول لك يا سيدي الصمت لغة العظماء ولا تصارع خنزيرا في الوحل فتتسخ. وناس تقول لك واذا جاءتك مذمتي من ناقص. انا الكلام ده ما باكلش معاه بصراحه. انا بفهم حاجه واحده بس، انا عايش مره واحده، مره واحده بس، عايش مره واحده بس، هعيشها مرفوع الراس دكر على اي حد، ولا عمري هعرف اغير نفسي، ولا عمري هعرف اتغير. الى الشخص سيء الذكر بذيء اللسان ابو لسان زفر، يا اخي انت بقى عندك 80 سنه يا اخي، بلغت من العمر ارذله، رجلك والقبر اللي زيك يا دوب يفكر في اخرته ويعمل له حسنات يقابل بيها ربنا. بس انت مستهون من المقابله، ها، مستهون من دعوات كل امهات المصريين وكل الستات الفاضلات اللي انت خضت في عرضهم. بكره لما تنزل تحت وما بقاش ما بينك وما بينه اي حاجه، تعرف الدعاوي دي هتبقى نار عليك في القبر ان شاء الله. امي اللي انت جبت سيرتها وشتمتها، جزمتها برقبتك انت ومليار واحد من عينتك. قعدت تفتكر ان حد هيسكت لك؟ انت جعجاع واونطجي وما تعرفش تعمل حاجه، وده اخرك. وانا مش فارق معايا اي حاجه، وانت عارف ان انا مش فارق معايا اي حاجه، والناس عارفه ان انا مش فارق معايا اي حاجه. هعيشها مره واحده وهعيشها مرفوع الراس. يا اونطجي، يا جعجاع، يا ابو لسان زفر، يا سباب، يا لعان، بالقانون، ها، بحكم المحكمه يا سوابق. عليك حكم محكمه لما تروح تعمل فيش وتشبيه كده في صحيفتك الجنائيه، عليك حكم محكمه انك سباب ولعان. يا اخي ده الواحد حتى قرفان يقول اسمك اللي بالمناسبه ما بقاش بيعبر عن اي حاجه غير عن السب والشتيمه، وده تستحقه انه يلتصق اسمك بكل القاذورات دي، ده اللي تستحقه بالمناسبه يعني.